ليه أوقات بعض الناس بتحس إنها مش كفاية بالرغم من النجاح الكبير اللي هي محققاه؟ ليه بتقلل من إنجازاتها بالرغم إن هي ناس ناجحة جدا؟ وعلى فكرة 3/4 الوقت الناس دي بتبقى ناجحة فعلا. طيب ليه الموضوع ده بيحصل وليه بيجي للناس وهنحله ازاي؟ بيحصل علشان 3/4 الناس دي بتكون بتدور على الحاجة الكاملة، seeking for perfection، اللي هو عايز كل حاجة تبقى 100% مظبوطة، فبالتالي للأسف بيركزوا على الناقص مش اللي عملوه ومش اللي انجزوه، فطول الوقت هيفضلوا مش راضيين ومش شايفين الانجاز اللي هم عملوه. كمان الشك في حاجات اللي هم عاملينها، الشك في نفسهم، الشك ان انا مش عامل حاجة حلوة ولسه عايزة تبقى احسن. ده اكبر غلط بيحبطهم وبيخليهم ما يقدروش ينبسطوا بنجاحهم، واصلا ده احساس مش حقيقي مش صح. كونك شاكك في نفسك ده مش دليل ابدا انك فاشل. مهم تقعد مع نفسك وتجيب ورقة وقلم وتكتب جزئين في الصفحة، جزء من الإنجازات بتاعتك وجزء التاني للحاجات اللي انت أخفقت فيها أو لسه ناقصة. وساعتها هتتفاجئ إن إنجازاتك أضعاف أضعاف الحاجات اللي لسه ناقصة، وده هيزقك أصلا إن انت تثق في نفسك وتقدر تشوف الأمور بشكل واضح. كمان تقليل التوقعات بيفرق كتير جدا جدا، ان انت بتقدر تشوف نص الكوباية المليان على ان هو فعلا مليان، مش انت متوقع ان الكوباية كلها تبقى مليانة، فلما تلاقي نص مليان ونص مش مليان تزعل. خلوا بالكم، الرضا والثقة في النفس وعدم التوقعات ده المثلث ده بيعني نجاحك. خلوا بالكم كويس جدا انتوا بتكلموا نفسكم وبتقولوا ايه وشايفين نفسكم ازاي.